السلام عليكم أحبتي متابعي منصة أونكيدو أونلاين، وجيناكم حلقة العاشرة الخاصة بمباريات منتخبنا الشباب اللي جرت اليوم ومباراة منتخبنا الوطني اللي ننتظر على حر من الجمر مع ضيوف أعزاء. منصة أونكيدو أونلاين هي كالعادة مثل ما ننوه دائما هي منصة جات بالتعاون بين شركة الهاي سبورت مانجمنت لتحليل وإدارة بيانات وقناة تي في مو سبورت على اليوتيوب. نبدأ بمحورنا الأول ويا أستاذ عمار ساطع، مشاركة منتخبنا الشبابي في بطولة غرب آسيا. يعني بغض النظر عن نتيجة اللي حصل عليها اليوم منتخب الشباب في مشاركته المهمة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عام اللي افتتحت اليوم في المملكة العربية السعودية بمدينة الإحساء، أنا أعتقد أنه المشاركة هذه مشاركة شجاعة من منتخب حقيقة يحاول قدر الإمكان أنه يكون منتخب مستقبل الكرة العراقية تتوقف عليه، خاصة أنه يملك لاعبين حقيقة مواهب ولاعبين حقيقة يلعبون في فرق الدوري العراقي. وهناك أنا أتصور أنه خطوة شجاعة من قبل الملاك التدريبي للمنتخب أنه وافق أنه يلعب في هذه البطولة. البطولة حقيقة مخصصة للمنتخبات الأولمبية، ولكن بطلب من الكابتن راضي شنيشن مدرب المنتخب الأولمبي أنه ما يشترك في هذه البطولة ويبقى في موضوع المعسكرات التدريبية، لكون أن البطولة المرتقبة عنده في نهائيات آسيا دون 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل راح تكون الهدف الأهم. فبالتالي في محاولة منه أنه ما يكشف الأوراق الخاصة به الفنية، وأنت تعرف أنه حتى الكثير من المشاهدين والإخوان أنه المنتخب العراقي الأولمبي يعني عنده إمكانية جيدة جدا، وهناك يعني عناصر مؤثرة جدا في الكرة العراقية، أغلبها حقيقة موجود حتى في المنتخب الوطني، وبالتالي منح الفرصة إلى منتخب الشباب للمشاركة في هذه البطولة. النتيجة مو مهمة بقدر ما احنا نكسر هذا الحاجز، نكسر هذا التخوف، نكسر الرهبة الموجودة عند اللاعبين الموجودين من هذا الجيل انه يلعبون مع فرق قوية. وبدليل انه المنتخب اليوم حقيقة في بعض اوقات من مباراته مع منتخب استراليا الاولمبي تمكن من انه يحرج الفريق الاسترالي ويكون ند في بعض الدقائق. واني اتصور هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي راح ياخذون فرصتهم في المستقبل القريب ان شاء الله. اروح بالكابتن ضياء ونفس المحور. مساء الخير عليكم جميعا، طبعا والله اعمالكم. يعني كان من الممكن ان تكون هذه البطوله مهيئه يعني بشكل او فرصه مناسبه للمنتخب الاولمبي، يعني يشوف استعداداته، يشوف وضعيته شنو، هماتين يعني ترفع الحاله البدنيه، الحاله الخططيه للفريق، الانسجام، كل الامور. يعني ما اعرف ليش هذه، يعني احسها مثل عمليه الاختبار بالنسبه للمنتخب الاولمبي. عدم المشاركه ببطوله مثل هذه كانت فرصة مناسبة، خاصة إنه يلعب مع فريق كبير مثل المنتخب الأسترالي، أو ممكن يتهيأ له الفرصة إنه يلعب مع فرق هماتين استفاد من عندهم، ممكن نشوف أي فريق ثاني. وعلى أي حال هي يعني كمباراة اليوم أكيد إحنا كمنتخب شباب استفادينا من عندها، قدم مستوى طيب، خاصة بعض اللاعبين مثل محمد غالب على مستوى الدفاع كان يعني لاعب فارق موهوب ينظم لعب من الخلف، إضافة لحارس المرمى عندنا علي صادق شفناه وسط الملعب كان مميز جدا، عملية الاستلام والتسليم، خاصة أنه الفريق يعني الأسترالي يمتازون بالقوة بالطول بالضخامة. منتخب يعني متمكن، المنتخب الأسترالي على صادق تمكن أنه يبني هجمات يوقفهم. أموري هو أموري اللي يعني لاعب موهوب نتمنى له مستقبل كبير إن شاء الله، لكن هو المشكلة شنو بعض اللاعبين الآخرين في الدوري العراقي هماتين مثل هؤلاء اللاعبين مدى ينطوهم فرصة كافية يعبرون عن مواهبهم ومستواهم الحقيقي حتى يطورون بالمستقبل حتى نستفاد من عندهم. مثل حيدر عبد الكريم يعني كان مع منتخب الشباب لعب في كأس العالم كان مميز، بعد ذلك انخفض مستواه واليوم شفناه. يعني للأسف حيدر المفروض أنه يأخذ فرصته بالفريق يعني في الدوري. أما يعني يجب أن يكون هناك حل للشباب، فإحنا ما ننتظم أنه يأخذون يعتبر لما يكبر ولا ما ياخذ دوره بالنادي، وهذا كله يعني ضياع للوقت. يجب ان نجد حلا للشباب، يعني للشباب سواء كان بالاحتراف سواء كان
دوريات، بطولات، اي شيء. يعني ذول الشباب للاسف يعني مدى ياخذون فرصتهم الا بعد ما يعني يصل عمرهم الى 22 23 سنه واكثر، يلا يبدا ياخذ فرصته بفريقه بالدوري العراقي. وعلى اي حال المباراه اليوم بشكل عام يعني فرصه حلوه كانت، مشاركه حفله للمنتخب العراقي نتجمع بها عدد من اللاعبين، منظومه دفاعيه شفناها للشباب هذول شلون نوعوا بالهجمات، شلون كانت جاهزيتهم النفسيه خاصه بالشوط الثاني. انا ما اعرف كان كادر تدريبي شويه مشنج بالمباراه بالشوط الاول، لكن بالشوط الثاني جيد كان الفريق حسسنا بانه كان يدرك متخوف. الشوط الاول الهدفين كان بالامكان انه العراق ما يسجل عليه لو كان عندهم جاهزيه نفسيه. حسيناهم مشوشين، ممكن عندهم ارباك نوعا ما، فما اعرف شنو السبب. لكن بالشوط الثاني الفريق استعاد وضعه، وان شاء الله يعني. بالنسبه لعلي الحيدر انا شفت هوايه يقولون ليش علي الحيدر ما مشترك اساسا، لان هو تدري يعني لاعب، هذا اللاعب ما اعرف شنو قصته يعني. بالاولمبي ما يشارك، بالوطني ما يشارك، بالشباب ما يشارك، وين ما يروح ما ينطر فرصه. ما اعرف شنو مشكلته بالضبط، بس نتامل له مستقبل كبير. مو شرط يعني يشترك اليوم، لكن ما اعرف يعني السبب صراحه. اللاعب وين ما يروح ما يلقى فرصه. على اي حال ان شاء الله القادم أفضل. طيب طبعا بسبب الاحداث اللي تصير شمالنا الحبيب خاصه في محافظه دهوك، دارت نادي دهوك بما أن المباراة القادمة بين نادي دهوك نادي القوة الجوية ضمن دوري محترفي العراق دوري نجوم العراق راح تقام في ملعب دهوك، فقررت إدارة دهوك أنه راعي المباراة راح يذهب إلى المتضررين جراء السيول اللي جرت هناك في دهوك. نتمنى لهم الله يحفظهم إن شاء الله ويرفع عنهم هذا الهم الصعب يعني بصراحة. نرجع للمحور الثاني ويا كابتن ويا أستاذ عمار. أستاذ عمار، المحور الأهم مباراة منتخبنا الوطني أمام الفلبين ضمن تصفيات الآسيوية المزدوجة. رأيك استعدادات المنتخب الوطني والجاهزية الفنية والبدنية لمباراة اليوم؟ يعني حقيقة المنتخب حقيقة أنهى تحضيراته بإجراء آخر وحدة تدريبية في ملعب المدينة الرياضية في مدينة البصرة، والحقيقة الجميع عازم على أنه يظهر بمستوى مميز، خاصة أنه هذه المباراة نتيجتها الإيجابية تعني الدخول رسميا في التصفية النهائيات كأس آسيا 2027 وقطع شوط كبير بدخول إلى تصفيات المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026. فبالتالي كل الأنظار حقيقة متوجهة من أجل أنه المنتخب العراقي حقق النتيجة الإيجابية لترضي جمهوره وترضي طموحات المخطط لها من قبل اتحاد كرة القدم. وأني أتصور أنه مباراة يوم غد ستكون إن شاء الله البوابة الفعلية من أجل أنه المنتخب العراقي يؤكد أنه هو يتربع على قمة هذه المجموعة. ضم ويانا بالبث الكابتن أركان نجيب لاعب منتخبنا الدولي السابق والمحلل الفني والمدرب. نورتنا كابتن أركان. احنا بلد مختلف في الضغوط وبلد مختلف في المساحة الإعلامية الكبيرة اللي انخلقت لشعب عانى ما عانى ويدفع ثمن حروب كثيرة أدت إلى يعني تدني كبير بالثقافة للمواطن العراقي والإنسان بشكل عام لنسبة كبيرة من عندهم. ودائما الوسط الرياضي يعني من يتابعه النسبة الأكبر هي من الناس الفقراء، من الناس المناطق الشعبية، ولذلك هذا الوضع بالعراق ولا الضغوط كبيرة إضافة إلى ما نمتلكه من يعني وضع بمحاور قوة كثيرة تقود الرياضة العراقية في الأندية وحتى على مستوى المنتخبات. طبعا هي شيء طبيعي عندما تكون الأندية وبنسبة 80% من عندها تتواجد ناس يعني غايتها الرئيسية هي المنافع الشخصية والسيطرة على كل مقتنيات النادي اللي يسيطرون عليه، وبالتالي هذول الأندية هم نفسهم هم من يقودون الكرة العراقية من خلال الهيئة العامة ومن خلال الاتفاقيات والمحاصصات في عملية اختيار الأعضاء اللي تقود الكرة العراقية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون في هذه الدوامة دائما. هذا الشيء كله انتقل 20 سنة الأخيرة بالضغوطات على كل المنتخبات الوطنية سواء كانت مع المدرب المحلي أو مع الأجنبي، وهذا يدفع ثمنه أكيد مستوى العراق بالشكل العام في المنطقة العربية وفي آسيا وفي العالم، وهو اللي خلانا اليوم يعني
يعني نحاول انا وانت والكثير من الاخوان المحترمين اللي معانا والناس المتواجدين غيرهم في العراق وخارج العراق من اجل عوده الروح للكره العراقيه. هذه العوده ما راح ترجع الا من خلال ان تنظف هاي المناطق اللي تحدثنا عنها في رئاسات الانديه، في الادارات، في الاتحاد، ومع دعم الدوله ودعم وزاره الثقافه والاعلام بتنظيف ايضا الاعلام الرياضي اللي يعاني الكثير والكثير، واللي يولد ضغوط لاي مشروع ممكن ان يعود بكره القدم العراقيه الى الشكل الصحيح، سواء كانت من خلال المسابقات الداخليه او حتى على مستوى المسابقات الخارجيه. كاساس اجى على هذا الوضع. يعني المدربين الاجانب دائما ياتون يحتاجون وقت كبير للتاقلم في اي مكان، يعني خصوصا لما يكون المكان هذا العراق، المكان اللي بكثير من هذه الامور والشوائب اللي تحدث عنها، المكان اللي لا تتواجد به البيئه الصالحه الاحترافيه 100% لعمل اي مدرب. من التاء لازم يبدي من الصفر ويبني ويأسس ويعلمهم شلون يخلون التيشيرت هنا، وشلون تكرم يخلون الحذاء، وشلون من يدخل الملعب، وشلون من ياكل. هذا العمل كله يأخر، هذه الامور كلها تأخر من عمليه دخول المدرب بالشكل الصحيح مع اي منتخب يقود العراق، اضافه الى التدخلات اللي تصير وكل هذه الامور. كل هذه الامور اعتقد كاساس بدا نوعا ما يجبر ان يعني يكون تحت هذه الضغوط وان يتقبل قسم كبير منها، وهذا والدليل انه ما حصل بعد كاس اسيا شيء وقبل كاس اسيا شيء. كنا متفقين قبل كاس اسيا كاساس في مرحله التجديد، في مرحله الاختبارات، في مرحله اعطاء الفرص، في مرحله اعاده بعض الاسماء الميته الى الحياه، في اعاده بعض الاسماء الدوليه لعودتها لوضعها اعمده بالمنتخب الوطني، خلق جيل جديد، خلق تنافس. كل هذه الامور كنا متفقين عليها، لكن وصلنا الى مرحله من التشبع بهذا الموضوع بعد 15 شهر من الاختبارات ومن التجارب سواء الفنيه في المباريات الرسميه وحتى المباريات الوديه. عمليه الاستمرار وطريقه التعامل لكاساس حتى في الدعوه الاخيره اثارت استغراب الجميع، وهو امر طبيعي. يمكن ماكو واحد بالعراق سواء مع كاساس او ضد كاساس هو مع كثير من الاسماء اللي انطرحت، وهذا يعني كنا يخلينا يعني في حيره من امرنا. هل هناك ضغوط تمارس لاعاده بعض اللاعبين للواجهه؟ هل كاساس مستمر في عمليه الانتقاء انا اسميه العشوائي؟ لان لليوم انا كفني اتحدث، لليوم من باوع على كاساس اقول كاساس اجنبي يفكر يريد لاعب خبره، كم لاعب خبره، كم لاعب شاب، كم كذا كذا، يعتمد على العطاء، ما يعتمد على العطاء، يعتمد على الشباب، يعتمد على الخلطه ما بين الشباب. ما واضحه كاساس ما هي الاسس الحقيقيه له كاساس وكادر فني في استدعاء اللاعبين. وهسه لو تنطيني اي اسس اقول لك لا هاي غلط، لان ليش فلان ما سحبه او ليش فلان سحبه. اذا تجي على اعمار تلقى لاعبين اعمار ودوليين يقدمون من سحبوا، اذا تجي على الشباب واللي عندهم بينه مع المنتخب تشوف لاعبين اجوا وانطوا لمسات بسيطه وطلعهم، ورجع على لاعبين انطاهم الفرصه من اللاعبين القدامى وما انطوا. اذا تجي في حراسه المرمى نفس الشيء، اذا تجي في منطقه الهجوم نفس الشيء. كل الفريق بشكل عام كاساس لحد الان لم تتضح ما هي رؤيته للمنتخب وكيف يختار التشكيله الانسب، التشكيله مو 11 لاعب، التشكيله المتواجده في كل مناسبه لغايه الان. مثل ما تفضلوا الكباتن، انا اكو نقطه هي واحده اشكل عليها، انه احنا ما اعتقد وصلنا كلاعبين كافراد اذا كانوا محليين او من خارج العراق الى مرحله انه اللاعبين يقدرون يطبقون افكار المدرب. فاني ويا الاستقرار ويا التشكيله، احنا اليوم اكثر من سنه ونص ويا المدرب، انا اقصد استقرار بالتشكيله، خلينا نقول العمود الفقري للمنتخب. احنا لحد الان ما وصلنا لهذا الشيء. انت شو وقت ممكن انه امور كاساس من يقول انه ما عندي لاعب ثابت، من يكون عندك انت ال 26 لاعب او 25 لاعب يكونون كلهم تقريبا نفس المستوى. زين، احنا اليوم شو وقت راح نوصل لمرحله الاستقرار؟ شو وقت راح نشوف عندنا عمود فقري؟ انا لليوم ما دا اشوف عندنا عمود فقري بالمنتخب. انت في اي نادي، احنا كنا مشتغلين ويأيدوني الناس الفنيين انه اي مدرب يجي يشتغل يسوي له خطه، يسوي له عمود فقري باي فريق نادي، اذا تبدي من الهواه توصل الى المحترفين.
عندك انت عمود فقري بالفريق اللي تبنيه حتى انه على ضوءه تقدر تبني. انا هذا الشيء لحد الان ما قاعد اشوفه. ممكن انه هو شخص، طبعا احنا يعني ما نشكر على قراراته واموره، لكن نتمنى انه على المرحله القادمه بعد مباراه الفلبين يكون عنده وقفه بهذا الموضوع. هو مدرب محترف على مستوى عالي، احنا مؤيدين الى افكاره، انه يوصل الى هاي المرحله. لان انا اعتقد انه احنا ما وصلنا الى مرحله بالادوات اللي موجوده عندنا، مع كل احترامنا لاعبين منتخب وطني، وصلنا الى مرحله انه نغير. انا اريد اشوف شويه استقرار وعلى اقل تقدير موضوع العمود الفقري بالمنتخب. كابتن فراس، مدرب منتخب سوريا جاي يسوي 12 لاعب محترف، وين رايحين؟ هلا 12 لاعب محترف. هلا الكابتن أركان اتطرق لموضوع انه المنتخب السوري استخدم لاعبين سوريين مغتربين. بس انا هلا السؤال بيراودني كابتن محمد، هلا المنتخب العراقي عندما استعان بزيدان اقباله باللاعبين الاوروبيين، سؤالي هذا كتير يعني بدي جواب يكون فعلا دقيق. هل تم اغراءهم بالمال ولا اجوا كمحبة في الوطن؟ والله المعلومه اللي عندنا احنا كلهم جايين بالوطن. تمام. نعم. نحن اللاعبين جميع اللاعبين اللي اجوا مثلوا اللاعبين المنتخب السوري تقاضوا مبالغ كتير عالية كابتن محمد. اقل لاعب حسب المعلومات اللي وصلتني، اقل لاعب تقاضى حوالي 150,000 دولار حتى اجوا مثلوا المنتخب الوطني. طبعا هلا بالغانم يعني الجميع بده يسأل من وين جبت هاي المعلومة او هذا الكلام تتحمل مسؤوليته او انا عم بقول سمعت. تمام. ولكن أكبر دليل بعد قدوم هدول اللاعبين ومثلوا المنتخب الوطني في البطولة الأخيرة اللي بطولة آسيا اللي حصلت في قطر، مباشرة بعد البطولة توجه نائب رئيس الاتحاد الكرة عبد الخطيب لمحطات التلفزيون وللمواقع التواصل الاجتماعي بدعم اللاعبين وبوضع ميزانية خاصة من قبل الحكومة للاعبين المغتربين. فدليل إيش هذا الكلام؟ دليل أنه بده مال حتى يستخدم اللاعبين. بالأخير تم استخدام اللاعب محمود داوود لاعب بروسيا دورتموند الألماني، طبعا قيمة سوقية عالية هذا اللاعب، يعني 14 أو 15 مليون يورو، 15 مليون يورو تقريبا، 14 مليون يورو. تمام. يعني 14 مليون يورو أنت اليوم تبني تقريبا 14 ملعب في سوريا. كم المبلغ اللي تقاضاه حتى اجى مثل المنتخب السوري؟ فموضوع الكابتن أركان للتصحيح، اللاعبين اللي متواجدين في أوروبا وفي القارة الأمريكية اللي بيلعبوا في الدوري الأرجنتيني عندما مثلوا اللعب بالمنتخب الوطني السوري بالمقابل بالمال وليس في حب الوطن. انتظرونا يوم الجمعة حلقة الساعة 12 بالليل بخصوص أداء مباراة منتخبنا الوطني اللي يحتج اليوم إن شاء الله. نلتقيكم على الصحة والعافية وتصبحون على خير. تصبحون على خير. الله وياك. بألف سلامة إن شاء الله. بألف سلامة.